التفاوض ممكن يستخدم على مستوى البيزنس في إتمام الصفقات، وممكن تستخدمه في شغلك عشان تتفاوض على زيادة الراتب أو ترقية، أو حتى عشان تاخد أجازة. التفاوض بيستخدم برضه عشان تاخد سعر أفضل وأنت بتشتري، زي ما كنا بنشوف أمهاتنا وإحنا صغيرين وهي بتفاصل في الأسعار. الأطفال برضه على فكرة عندها المهارة دي بشكل فطري، وبيمارسوها بمنتهى الذكاء عشان يشتروا لعبة جديدة أو ياخدوا وقت أكبر في اللعب على الموبايل، في مقابل إنهم يسمعوا الكلام أو ياكلوا الأكل الصحي. فممكن نقول إن التفاوض هو فن التعامل، ومهارة حياتية بيحتاجها كل واحد فينا كل يوم مهما كان عمره أو مجال عمله. في البداية كده، يعني إيه تفاوض؟ التفاوض هو تبادل الآراء بين طرفين أو أكتر للحصول على اتفاق مقبول نسبيا. في أساليب ممكن تستخدمها وأنت بتتفاوض. أول أسلوب هنتكلم عليه وهو أسلوب الضغط، وده الأسهل عشان مش بيحتاج أي إعداد أو تحضير، زي اللي بيعمله بعض المديرين على الموظفين بتوعهم، أو أي شخص بيملك سلطة على الناس اللي تحت سلطته. وأحيانا في بعض الأهل بتمارس الأسلوب ده مع أولادها. التعامل بالأسلوب ده بيتسم بالعدوانية وتصلب الرأي، زي المدير اللي دايما مكشر وعمال يزعق وينتقد في الناس اللي شغالة معاه، وهتلاقي كلامه كله أوامر ومطالب ومفيش أبدا أي حاجة بتعجبه. وبديهي طبعا ده مش هيقبل أي نقاش أو سماع وجهة نظر مخالفة. التعامل بالأسلوب ده بيكون فيه استغلال لقلة خبرة وضعف الطرف التاني. على العكس تماما منه الإقناع، ده بيعتمد على اللطف واللين والعلاقة الممتازة مع الطرف التاني. في الإقناع ممكن تستخدم التوصيف، زي إنك توصف موظف عندك إنه دايما واقف جنبك وشايل مشاكل الشغل، ده هيخليه فعلا يعمل كده. أو تقول لواحد تاني أنا عارف إنك هتقدر تتصرف وواثق فيك. وممكن تستخدم التخويف، زي إنك تقول لموظف حاول تخلص البرزنتيشن دي بسرعة عشان هتتعرض على رئيس مجلس الإدارة. من ضمن طرق الإقناع حاجة اسمها الطلب المتدرج، زي المفتاح بالظبط، طلب صغير في البداية وبعدها تتدرج في الطلبات. مثلا زي الأم لما تطلب لابنها إنه يوضب سريره وبعدها يلاقي نفسه بيوضب الأوضة كلها. أو مراتك لما تطلب حاجة من السوبر ماركت اللي تحت البيت، وبمجرد ما تنزل تلاقيها بتكلمك وتطلب منك حاجات من الصيدلية والجزار بالمرة وانت تحت. هي هنا لجأت للأسلوب ده لأنها عارفة كويس إنها لو كانت طلبت كل الحاجات دي قبل ما تنزل فغالبا انت كنت يا هترفض يا هتكسل. آخر طرق الإقناع اللي هنتكلم عليها حاجة اسمها الرسائل الخفية، زي إنك تصدر إن عندك مشكلة بسبب الزحمة وتكدس العملاء. أنت هنا قاصد توصل إن الزحمة دي بسبب جودة المنتج اللي أنت بتقدمه. أهم أساليب التفاوض هو الفوز المتبادل، وده اللي بينتهي بيه معظم مواقف التفاوض، إننا نوصل لحل مرضي لكلا الطرفين مع الشعور بتحقيق نوع من المكسب. أحيانا بيكون أحد الطرفين ذكي ويقدر يحقق مكسب كبير ويوصل للطرف التاني في نفس الوقت شعور زائف بتحقيق مكسب. ودلوقتي إيه هي أهم قواعد التفاوض؟ القاعدة الأولى: بلاش تكون ضعيف. خليك متواضع ولكن مش ضعيف، لأن أنت كده هتسمح للطرف التاني بقيادة سياق التفاوض. واوعى تستخدم صيغة التوسل، زي إنك تقول مثلا أنا ممكن آخد جزء لو الديل ده ما تمش. القاعدة التانية: بلاش الحماس الزيادة. لو أنت مثلا لقيت تيشيرت كنت بتدور عليه وبان عليك الرغبة في إن أنت عايز تشتريه، تفتكر هتعرف تنزل في سعره؟ القاعدة رقم 3: بلاش تقدم العرض الأول. يعني بلاش أنت تكشف ورقك في الأول. أبسط مثال على كده لما تيجي تركب تاكسي ويكون كالعادة العداد مش شغال، فتسأل السواق هتاخد كام، يرد هو عليك بسرعة ويقولك أنت عايز تدفع كام. هو هنا بيطبق القاعدة دي بحكم الخبرة، لأن أنت لما تقدم العرض الأول ده بيديله فرصة إنه يعلي من سقف المناورة، ده غير إن أنت أساسا ممكن تقدم رقم أعلى من اللي كان هيطلبه. القاعدة الرابعة: بلاش تقبل العرض الأول، وده لأن اللي بيقدم العرض الأول غالبا بيكون عامل حساب الفصال والتفاوض. القاعدة الخامسة: المساومة. ما تقدمش أي تنازلات مجانا، يعني تقول له مثلا لو أنا وافقت على طلبك ده أنت هتديني إيه في المقابل. القاعدة السادسة: بلاش تتفاوض. بلاش تتفاوض لو أنت مش مضطر. يعني مثلا جالك عميل عنده مشكلة، حل مشكلته وبلاش تسمح له إنه يتفاوض على السعر. القاعدة السابعة: ما تاخدش التفاوض بشكل شخصي. الطرف التاني مش عدوك، فبلاش تاخد الأمور على المحمل الشخصي.
القاعدة الثامنة: بلاش قرارات سريعة. بلاش تسمح لحد إنه يضغط عليك ويخليك تقرر بسرعة. قول مثلا إنك محتاج وقت عشان تفكر، أو إن الموضوع ده محتاج ترجع فيه للإدارة. القاعدة التاسعة: اسمع كويس. اكتب ملاحظاتك من غير ما تقاطع، ووضح إنك فاهم ومقتنع بوجهة نظره. حاول إنك تفهمه، لأنك لو فهمته هتقدر تكسبه. إزاي بيتم الإعداد للتفاوض؟ في حاجات محتاج إنك تحضرها وتراجعها قبل التفاوض. أولها وأهمها إنك تكون عارف إيه الهدف بتاعك من التفاوض، إيه النتيجة المثالية، وإيه هو أقل وضع ممكن تقبل بيه. مكان التفاوض، يعني التفاوض ده هيبقى عندك ولا عنده ولا في مكان محايد. وطبعا لو التفاوض ده بيتم عندك، ده هيكون ليه عامل نفسي كويس وإبداء لرغبة الطرف التاني إنه عايز يتوصل لاتفاق معاك. ميعاد التفاوض، يعني مثلا لو انت مندوب بيع، بلاش تخلي مقابلاتك في اخر الشهر، عشان العميل ممكن يستغل ده ويضغط عليك لانه عارف انك عايز تحقق التارجت. نقط التفاوض، حدد النقط اللي هتتفاوض عليها ورتبها حسب الأهمية بالنسبة لك، زي السعر والجودة وتسهيلات السداد ومدة الضمان مثلا. يعني جمع معلومات. جمع معلومات بقدر الإمكان عن اللي هتتفاوض معاه، وده هيديلك قوة أثناء التفاوض. الأسئلة، حضر أسئلتك بشكل مدروس، وحاول تستخدم أسئلة مفتوحة بقدر الإمكان عشان يتكلم كتير وتقدر تكشف ورقه من البداية. الاستراتيجيات والحيل اللي هتستخدمها أثناء التفاوض، وده هنشرحه بالتفصيل كمان شوية. مين القائم على التفاوض؟ شخص ولا فريق؟ وإيه هي حجم الصلاحيات اللي معاهم؟ النقط دي كلها بتحضرها قبل التفاوض. أثناء التفاوض هتحاول تعمل حاجتين: إنك تظهر القيمة، زي إنك تقول له مثلا أنا مش بقدم أقل سعر، ولكن بقدم جودة عالية وأطول فترة ضمان. وإنك تبسط قيمة المقابل، يعني مثلا توضح له إن القسط اللي هيدفعه ده بسيط، مش هيكمل 100 جنيه في اليوم. بعد التفاوض هنيه على إتمام الصفقة، ويا ريت تقدم له هدية. ليه تعمل كده؟ عشان يكرر التعامل معاك ويرشحك لناس تانية. ودلوقتي أهم حاجة هنتكلم عليها وهي حيل التفاوض، واللي مهم جدا إنك تبقى عارفها، وهتفرق معاك كتير في شكل التعامل مع الناس. أول حيلة هنتكلم عليها وهي كروت الضغط. مستعجل، زي إنك تقول له حاول ترد عليها بسرعة عشان العرض ده هيخلص النهاردة. مشغول، لو أنت الطرف الأقوى استهلك الوقت. مش مهتم، زي ما قلنا قبل كده بلاش يبان عليك الحماس والرغبة. يعني لو بتشتري حاجة ممكن تقول مثلا هي حلوة بس أنا عندي زيها. ميعاد نهائي، زي ما تقول له لازم تقرر وترد عليا قبل نهاية الأسبوع. الحيلة التانية وهي المبالغة، ودي الحيلة المفضلة عند معظم الأمهات. تسأل بكام؟ يقول لها 100، تقول له لأ هم 20 كفاية، وانت تبقى واقف جنبها مستغرب ومش فاهم هي بتعمل كده ازاي. وبعدها تبدأ تتدرج في تقديم التنازلات. أهم حاجة هنا اوعى تطلب انت الخصام الفارق، زي انك تقول له طب ما تيجي نقسم البلد نصين، لأن اللي بيطلبها في الأول بيدي فرصة للتاني في سحب مجال التفاوض في صالحه. فمثلا لو هو طلب 100 وانت قلت 50، لو انت طلبت تقسم البلد نصين يعني 75، هيقول لك خلاص خليها 80. لكن لو هو اللي طلب فانت هتقول له طب مشيها 70، ما جاتش على 5. الحيلة اللي بعد كده اسمها تشيري بيكينج أو التقاط الكرز، ودي معناها إنك تجمع أفضل المزايا من كل العروض اللي جات لك وتحاول تحصل على قد ما تقدر منها وانت بتتفاوض. حيلة كمان وهي السلطة العليا، زي لما تيجي تقول كده أنا محتاج أرجع للإدارة قبل الموافقة. دي ممكن تستخدمها لافتعال نهاية مسدودة عشان تضغط على الطرف التاني، أو تهرب من التفاوض لو أنت اللي تحت ضغط. طيب لو العكس والطرف التاني حاول يستخدمها ضدك، امنعه أنت من البداية وقول له لو أنا قدمت لك عرض كويس هتخلص ولا لسه هترجع لحد. في حيلة كمان مشهورة وهي الفتى الطيب والفتى الشرير. واحد بيلعب دور الشخص اللطيف الطيب اللي بيساعد على إتمام الاتفاق، والتاني طبعه حاد وبيحط شروط صعبة. فالشخص اللطيف ده يقول لك مثلا لو قدرنا نوصل بالسعر الكذا فمالكش دعوة أنا هعرف أقنعه. تواجه الحيلة دي إنك توصل للطرف التاني إن أنت كمان عندك فتى شرير، فتقول مثلا إن العرض ده استحالة حد تاني يقدمه لك، لو مديري موجود دلوقتي كان الكلام اختلف تماما. في الحيلة اللي بعد كده وهي القنص، يطلب منك خدمة زيادة أو تنازل بعد إتمام الاتفاق، وكأن ده أمر طبيعي. زي إن عميل مثلا يطلب منك توصيل مجاني بعد ما هو اشترى خلاص.
تواجه ده بإن كل تفاصيل تكون مكتوبة، أو تستخدم حيلة السلطة العليا وتقول له لا للأسف ده خارج عن سلطتي. حيلة كمان وهي الاستنزاف، بعد ما اتفقتوا خلاص يجي الطرف التاني ويسحب العرض ويساوم على تنازلات أكتر. ارفض تماما وتمسك بالاتفاق. حيلة ظريفة اسمها ريد هيرنجز أو سمك الرنج الأحمر. سمك الرنج الأحمر ده ليه ريحة نفاذة جدا، وكان بيستخدم في تضليل كلاب الصيد. المقصود هنا هو محاولة التشتيت. يعني مثلا حضرتك راجع متأخر بالليل جدا وتفاجأ إن مراتك صاحية ومستنياك وشكلها كده مش هتعدي على خير، فأنت تعمل ناصح وتحاول تتوه وتقول إنك جعان جدا وتسألها ممكن تاكل إيه دلوقتي، أو تقول إنك تعبان جدا ومجهد واليوم كان صعب جدا في الشغل ومليان مشاكل. المهم إنك في الحالتين هتفشل في تشتيتها وربنا معاك ويعدي الليلة دي على خير. حيلة كمان ممكن تتعرض لها وهي التأخير وكثرة المقاطعات. يعني يتأخر عليك، يقاطع كلامك، كل شوية يستأذن أو يتكلم في التليفون، وده عشان تتوتر وتفقد تركيزك. الحل: انهي اللقاء باحترام وحدد ميعاد تاني. المعلومة المقصودة: إنك تتعمد إظهار بعض المعلومات بطريقة تبدو إنها غير مقصودة، زي إنك تسيب عرض من منافس على المكتب عندك وكأنك مش قاصد. دي أهم وأشهر الحيل اللي ممكن تستخدم في التفاوض، واللي مهم جدا تكون استوعبتها لأنها هتفرق كتير جدا في شكل التعامل بتاعك مع الناس. في النهاية أنت إيه رأيك؟ ويا ريت تقول لنا في الكومنتس إيه هي أكتر حيلة من حيل التفاوض عجبتك أو علقت معاك، ويا ريت تقول لنا أنت استفدت إيه من الفيديو ده وشايف إنه ممكن يفرق معاك إزاي. في النهاية كالعادة شكرا على وجودكم معانا، ونتقابل قريب إن شاء الله.